وجهتنا عسير، أرض الجبال والضباب والكرم الجنوبي الأصيل. رحلة ما كانت عادية، انطلقنا بكرفاناتنا لكن قلوبنا كانت مفتوحة للمغامرة. مرينا على أماكن تنحفر في الذاكرة، وكل زاوية فيها حكاية، وكل لحظة فيها روح الجنوب. ضحك، سوالف، قهوة على شبة الضوء، مناظر تاخذ العقل. هذا مو مجرد سفر، هذا اتصال بالأرض، بالناس وبأنفسنا. هذه كانت رحلتنا ومو آخر المشوار. طبعا نحن حاليا وصلنا عند الشباب في الشارع الجميل، رحلة الرياض هي بنروح عسير ونغطي عسير ان شاء الله كاملتها. هلا كيف الحال؟ عساك طيب، كيف عساك بمزح؟ الله يتبسم عليك. كرمنا النفاض العين. وين رايحين يا رجل؟ عسير. بعد الرحلة الطويلة، بعد ما وصلت من الإمارات للسعودية، قررت إني أروح الفندق وبرتاح، وما عندي إلا الخيار الأنسب اللي هو قذر إن من الشركات اللي توفر لك الشقق والفنادق وكل اللي أنت تبغاه من ناحية السكن. الخيار الأنسب قذر إن. عسير هي المناطق الجنوبية. عسير منطقة يعني تجمع خلينا نقول عدة مدن، عدة محافظات، عدة مراكز. العاصمة الإدارية خلينا نقول لها أبها. أول يعني معاهدة بسويها معك اليوم، الرحلة هذه إنك كنسل أيام هذه تكنسل. لا تكفى، أنا لي 3 شهور، أنا أدري أنت في يومين تنسفها. أقول لك شيء، خربها. فيه عندنا جائزة للي يزود وزنه. من الآن كيلو وين؟ والله العظيم. ايدك على البيت يا حبيبي. ايه نرجعنا. الوزن اللي رجعنا. بنوزنك الحين قبل وبعد، قبل وبعد. عز الله دمرنا. نروح اقول لك العرب تخسر تروح تضرب منقار ومدري ايش يومين. نحن مع الشيف بنتدمر، يقول نسوي تحدي ومسابقه مين اللي بيزيد وزن. عز الله رحنا فيها. الناس تبغى تضعف وهو ما شاء الله بيمتلنا، لا ويقول لك مسابقه تحدي بعطيك فلوس اذا زاد وزنك. نبي ناخذ وزنك قبل الرحله وبعد الرحله. هنا التحدي وين؟ اللي يزود كيلو واحد هو اللي بيفوز بالرحله. ايوه كيلو ب1000 ريال. من يوم نركب بعدين ان شاء الله نرجع وحنا ناكل ونستانس وننبسط باذن الله من غير شيء. ركنا استغلوا عندي على كيلو ب1000 ريال كل واحد. سوي راد نفسي ما يخاف الوزن. نروح على الكرفان ولا على الكرفان؟ هو المنسق الكرفان اللي بيروح هناك، وهذا الكرفان بعد رايحه هناك. بتكون عبارة عن رحلة شباب جروب، يعني بننبسط فيها، بنغطي عسير والسياحة في عسير كيف أجواها، الأجواء اللي هناك، يعني فعاليات لين يوم الفعاليات. ما فارق الحر أهم شيء. أهم شيء. هذا أهم شيء. الرجال اللي يذبح البرد منكم الثروة موجودة، الجاكيتات موجودة. تعال شيء موجود. بذمتك نحتاج جاكيتات. برد بالليل اشتاء. يا الشيف عزيز انا ما جبت الجاكيت. شوفوا التجهيزات الجميله. طبعا حاليا نحن منطلقين باذن الله من الرياض الى عسير، الى ابها الجميله عند الامطار والسحب والغيوم والارتفاعات والحضاره والثقافه والمعلومات الجميله باذن الله اللي بتنال اعجابكم، والعادات والثقافات اللي في ابها. وبنروح الاماكن السياحيه، وبنشوف السهول، بنشوف الشلالات، وبنشوف مصنع العسل. معلومات وفعاليات لا تفوتكم. اتمنى انكم تتابعوني لنهايه الفلوج هذا. لا 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 تذوب الناس في خضرة عيونه، في خضرة عيونه. نحن حاليا متجهين باتجاه أبها، فنحن خذينا طريق الدواسر من الرياض إلى الدواسر، تقريبا 500 كيلو من الدواسر إلى أبها 500 كيلو، يعني كلها 1100 كيلو. بس متعة الخط والوناسة الخط والقروب. شوف الشباب طلع صورهم. السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام عليكم. والله حبيتك. الله يسعدك.
لانك انت حلو اصلا. ما له دخل بالحلاوه. لا والله الحلو حلو، ترى الحلو غير. تراج النور بالفجر يشعع الشمس والقمره، تتلو بتعلى مو تدري، كان ما سقيتني حسره في ودادك ما دمعي يجري، سيلي ودوها بنيتي عبره، شبت الضياع انا في صدري، عشوق الملغى عشوق يلا يلا. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايه ما شاء الله ايه. ايوه ما شاء الله. اي شيء في اغاني روح روح. تعال تعال تعال. دائما في السفرة لازم تكون فعاليات، إذا ما في فعاليات ما يستوي. شوف الشباب قاعدين يصورون ولا كأنه في شيء صاير. مستانسين يعني. ليش؟ حالات السفرة بالفعاليات هذه، ما تضايق نفسك، لا عادي عيش الجو، استانس فيلا، ولا ايش رايك؟ والله اللي راح يصلي، اللي راح يتعشى وداخل قاعد يطبخ. يعني نحن بنجري الحين في المحطة هذه ومستانسين، يعني الامور طيبه. هذا 5 دقائق يضرب لك على السريع تك تك. الحمد لله. نحن وين وقفنا؟ حاليا نحن قبل منطقه الدواسر، ساعه الا واصل الدواسر، والامور طيبه سهالات. مرحبا يا اللي وصل من طيبه بالي، يقتدم ويسوقها على الومالي. احلى. شوف حقة عشان بالنهار مصورين مبدعين. شوف انه يا اخي انا لا اعرف اصور، شوف لا اعرف اطبخ سلطان، لانها كانت ساعه المغرب. انا مصور. يسمونها شو يسمونها الساعه هذه؟ الساعه الذهبيه، الجولدن صح؟ جولدن تايم. هذا كان في الجولدن تايم. الله بالله ارسل لي الفيديو. ايش ليه يردرون؟ ايه قاعد تضبطهم. ما اعرف اصور، لا اعرف اطبخ، والله ما اعرف ايش فايدتي. طبعا انا بس اسوي لكم اليولا بنيول. لا بشركم خلصنا الفيديو شغال من اول ما بدينا لين ما خلصنا. كم خذ؟ 5 دقائق. 5 دقائق. طايق استانس كلها، قهوينا ومشينا. يلا سريع وعلى عسير. والدواسر محزام العز في يوم الطراد، لا تنفى الهاشمايين. والله يحييك عندك واحد بس مرحبا. اول شيء مرحبا وبس. الله يبارك الرجال اكرمكم، ما في افعال، صبيان مساعد، نادها للقريب والبعيد. يقولون ناس يقولون خادمهم، انا بس هذا الربع اللي عزيمه. الله يجزاك. هذا عزمكم القابله على عشاء، وانا طالبكم الطلبه تقولون تب. انا طالبكم المطلوب. المطلوب منكم اللي بيقول لي تب. ان كان به مجال وفرصه، انا خادم للرابع. والله كان به مجال من فوقي، لكن تصبرك عندنا فريق ساكن. والله لا ودنا نفك، لا نغير عليكم جدول، لكن ان كان به مجال او فرصه مرحبا والله ومسهلا والله ما ازيد. الله يحييكم قيادة. ماني محتاج البداية عناوين، ما قل دلوا فكرة الشعر حرة. لو السنة فيها من العيد عيدين، اليوم ثالث عيد هذا مقرر. باسم الدواسر كلهم والجماهير، في وادي ضيفه ما هو بيتشرف. يا مرحبا، ما هي بمرة وثنتين، يا مرحبا واهلين مليون مرة. ودي اغنيها بلحن تركي البيت، ولا بصوت مثل صوت آلة مرة. الكل رجال عزيز وحمر عين، يا مرحبا من كبر قدر ومسرة. جازع بن سويكت وبسيته لذا الحين، عود يشوف الطريق مثقال ذرة. آمين، جعله جنة الخلد آمين. عود مقاليطه نجومه
المجرب كأنه ابو خيرين يرهي بخيرين ولا ابو شرين يذكر الله شر. ود واسر محزام العز في يوم الطراد لابت فالهوش ما ينثني خيالا سلمهم كايد وسلم العصا للناس كاد واسم قوم هيبته شاهد الافعالها. نحن اليوم طالعين بالسيارات الجميله هذه اللي هي تطبيق كومبي موفري لك هالسيارات. اذا انت مثلا مسافر على السعوديه وحاب تزور عسير، عامه عسير، تتصل فيهم وتطلب، اللهم شو تسوي؟ تنزل التطبيق وتطلب من عندهم، وين ما انت في المطار في الفندق وين ما كنت بيجوك. فسياراتهم جميله جدا، لاكجري، يعني شو اللي ما تبغاه متوفر عندهم. يلا حي يلا حي لا القهوه وصلنا عسير وشفنا عاداتهم وشفنا تقاليدهم واستضافونا واكرمونا ودخلونا وفتحوا البيبان، قالوا الا تدخلون تتفرجون وتشوفون الاجواء والفعاليات اللي عندنا وتفهمون التراث العسيري. زين، اليوم لما نتكلم عن شغلات لفتت انتباهي، يعني نتكلم عن المثلثات، الالوان، وحاولت ايضا ان يكون الحجر عندنا في عسير له تنوع، يعني كل منطقه في عسير تتميز بنوع حجر. الحجر الاسود هذا يقول لك حجر بالاحمر، الاحمر حجر جنوبه، الابيض حجر منطقه ثانيه. يقول لك حتى عندهم اللبس، البنات يوم يلبسون اللون الاصفر. شو معنى اللون الاصفر؟ شو معنى اللون الاسود لما الحرمه تلبس اللون الاسود؟ شو الفكره يوم يحطون الزراعه؟ هذه كلها اليوم تقدرون تشوفونه وتتابعون معانا ونشوف الاكل العسيري اللي انا بصراحه جاي عشان ابى اجرب الاكل العسيري. من كثر ما الناس تتكلم عن الاكل العسيري قلت الا اجي اجرب بنفسي. شرفتونا وسعدتونا. مكاننا اسمه مجلس العساس. فكره المكان هذا هو نقل ثقافه الطهي العسيري او المطبخ العسيري للضيف للمجتمع اللي يزوروننا ونعرفهم بثقافه اكلنا في المطبخ العسيري. عندنا مشخوذه وعندنا بكيته ونباتات صبي موجود، وعندنا لبن وكبده، وعندنا خبز تنور، عندنا نوعين دابي بابيا، عندنا بابيا تشتهر منطقه عسير في المنطقه اسمها محايد، بابيا تزرع عندي ومن اشهر انواع البابيا في السعوديه. ارحبوا ثم ارحبوا سلم الجنوبي في عسير ولمع برق النصوب لا حفا لا مسهله الصدور وسع من الترحيب كله والكرم غصن تفيا تحت ظل كل من سار. على الاساس المكان جميل هنا، شو بالضبط المكان؟ هذا الان اسمه حي المفتاحه، الان ما شاء الله في مجموعه من الكافيهات، من التجارب، من الرسومات، من الفنانين، من الجلسات، من المطاعم. هذا المكان كان اسمه حي المفتاحه او كان قريه المفتاح تراثيه، كانت مكان للتشكيليين، يمكن فتحت عام 1409 تقريبا ما شاء الله، وفيها مسرح المفتاحه، والان صار اسمه مسرح طلال المداح، والان ما شاء الله صار مزار سياحي، الناس كثير ما شاء الله يزورونه. اشوف في تطور بس محافظين على ادق التفاصيل التراثيه. لا، حافظوا على الاثار القديمه، المكان القديم، كل شيء. الان ما شاء الله في كل زاويه حتحصل فيه فنان، حتحصل تجربه. الكافيات نفسها كل كافي فيه تجربه، فيه موسيقى، فيه فن، فيه رسم، فيه التشكيليين، فيه الحرف موجوده في كل كافي. حتى الموسيقى اللي مستخدمينها اللي هنا في المنطقه هذه الموسيقى التراثيه لهم، موسيقى اهل عسير. شفنا الكوفيات، شفنا المطاعم. يا جماعه اماكن جميله، انا انصح بكل مصداقيه. المكان عجبني وناسبني، اللي بيزور عسير لازم يزور اللي هو حي المفتاح. الاماكن الجميله بصراحه، اذا انت زرت ابها تبغى مثلا بعد المغاربه جدول، تعال مثلا ارياش، الاماكن هذه حلوه، فيها كوفيات ومطاعم، والحلو فيها انه فوق جبل فبراد. نحن حاليا وين؟ في منتزه دلغان الوطني. بصراحه يا جماعه شعور جميل. الجميل انك انت يوم تكون مع جروب جميل، وفي نفس الوقت الاكل والطبخ، يعني فعاليات حلوه. ترى شو اللي يزين الفعاليه؟ شو يزين الطلعه؟ الطبخ والاكل. يقول لك سعاده، الاكل سعاده. من بعد المال ولا قبل المال؟ نعم. فاليوم نحن حاليا في منتزه دلغان الوطني، ان شاء الله بنصور لكم فعاليات، ومثل ما شفتوا الشباب قبل فتره. واكثر شيء لفت انتباهي العصيده الجنوبيه والمشغوثه، بس المشغوثه انصح فيها مع العسل والتمر، يا الله والله لذيذه. هذا اخر طبق الان. نكله ساعتين باذن الله تاكلون موز مو حلو. يلا بالعافيه. بسم الله.
الحين تسكرون من هنا. اي تقفله قفل كامل وتحط الصفارات ونولع عليه النار. ساعتين ساعتين ان شاء الله طال عمرك وهو يطلع دايم. والله العظيم اني متشوف واحس طعمه بيطلع لذيذ ان شاء الله باذن الله. احنا طال عمرك عندنا في عسير الحنيذ يستخدم له نبتتين اللي هي السلع. ايوه هذا السلع. هذا السلع وتشوفه يكون طري. هذا يحط على الجمر مباشره على النار مباشره. زين ما يطلع نكهه طعم؟ يطلع نكهه لذيذه اللي انتم ذقتوها البارح واليوم تبونها. وهذا طال عمرك برضه المرخ اللي هو نعمل به فواصل لذيذ جدا ونكهته طيبه في الحنيذ، يعني يعطيك نكهه ولا احلى منها. يعني انت تستخدم المرخ علشان يعزل بين الطبقه اللي تحت اللحم والطبقه اللي فوق. يعني هذه الطبقه اللي تحت وهذه الطبقه اللي فوق، انا ما ابغى اللحم يلتصق مع بعض عشان اللحم ما يلصق مع بعض. ما يلصق مع بعض. الله. هذه تاخذ من النكهه من نكهه المرخ وهذه تاخذ من هنا وتاخذ من الطبقه اللي فوق. كذا يكون فيه طال عمرك يطلع باللذه والطعم اللي انت تشوفه دائما يظهر في والله احس طعمه بيطلع لذيذ باذن الله. احس طعمه فعلا بيطلع لذيذ بوجودكم. الحين متشفقين احنا. الله يحييك. يبغى له ساعتين. ساعتين بالنسبه لطبخ الحنيذ. الله يصبرنا هالساعتين. الله يطول اعماركم ويحييك. تبون 4000 ولا لا؟ تبون 4000 ولا لا؟ السؤال الاول يقول كم عدد قارات العالم؟ 7. صح! كم عدد اصابع اليد الواحدة؟ 10. الله عليك! عشان تعرف من تشعر سلطان النايف. واحد نقطة. عاصمة مصر القاهرة. صح علي. والفاعل مبروك. لا بنشوفها 4 لا بنشوفها. لا بنشوفها 4 في مسابقة 4000 ريال علي العساس. مبروك. 1000 مبروك. نسلمك يا شرم على الحنين. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. الله عليك. يا مال العافية يا محمود. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله وجهك. عفح عينك. عشنا تجربة الكوخ في السودة. أبهى تجربة ما تنوصف بكلام. جو بارد، ضباب يلف المكان، صوت الطبيعة يهمس لك بهدوء ما تلقاه إلا هنا. كوخ بسيط بس فيه كل معاني الراحة والسكينة والجمال ولفة الشباب وأجواء الجبل الحقيقي. أبهى يزينك ويزين اللي يسكنك. من القلب أقول إذا ودك تجرب لازم تزور عسير. ولا تنسون تشتركون في القناة، تفعلون الجرس وتسوون لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد من رحلاتي وجمال أرضنا. نشوفكم في المغامرات الجاية.